صلى الله عليه وسلم. الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني أدنو إليه ساجدا بجبيني يقبل صلاتي وللصواب يهديني يا ربي يا من هو مرشدي أيقنت أن إليك مرادي وموعدي فعشقت كل حروف كتابك مهتدي ومقتدي بنبيك الأمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أفضل الخلق وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم ارزقني الرضا وراحة البال، اللهم لا تكسر لي ظهرا ولا تصعب لي حاجة ولا تعظم علي أمرا، اللهم لا تحني لي قامة ولا تكشف لي سترا ولا تفضح لي سرا، اللهم آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيفكم يا بنات؟ إن شاء الله تكونوا بألف ألف خير وأنتوا عم بتشوفوا فيديو اليوم. رجعت لكم بفيديو جديد وروتين جديد من الروتينات اليومية كست بيت وأم في البيت. إن شاء الله يعجبكم يا رب، ويكون بيعجبكم اللي عم أقدمه. أنا بكتير يا بنات بشكركم على تعليقاتكم الحلوة اللي عم بتشاركوني فيها، وكمان لا تنسوني يا بنات من الدعم. اللي عم بتشوف الفيديو حبيبة قلبي لا تنسيني من الاشتراك في القناة، لأنه هاي الاشتراك انتي بتخليني اني زيد نزل فيديوات، واعرف انه انتو عم بتحبوا اللي عم قدمه. حبيبات قلبي الله يجبر قلبكم خاطركم يا رب. اليوم جيتكم بوصفة حلوة وطيبة كتير لكل بيحبوها كبار وصغار، وطبعا يعني جايين عليها ضيوف. هي الأكلة ضيوف كتير مميزين، هدول ضيوف قاعدين ومتربعين بقلبي. هلا بتعرفوا بنهاية طبختي من هن ضيوفي. هلا اليوم بدي أعمل معكم الشاورما السورية. هلا هي طبعا مو على أصولها، بس أنا قد ما قدرت إني قربها للشاورما اللي إحنا بناكلها. أول شي أخدت صدور الدجاج وشرحتهم مثل ما شفتوا، عملتهم شرائح. وكمان كمان عندي شرائح اللي هي الخروف، كمان شرحتها شرائح يعني ما كتير شوي. اللي هي يا بنات كتير بتعطي طعم بالدجاج لأنه الصدور ناشفة، وبتعطيكم شوية طعمة دسامة فيها. بعدين قطعتهم شرحتهم وحطيت لهم نص ليمونة قطع صغيرة. يا بنات هاي الليمونة كتير كتير بتغير من الطعم، جربوها وما راح تندموا. وعصرت النص التاني وحطيت لهم بهارات الشاورما، حطيت لهم بصل بودرة، توم بودرة، بهارات الدجاج، فلفل وملح. وكمان حطيت لهم معلقة شطة صغيرة حار، يلي بيحب يحطها حلوة أو حارة مثل ما أنتوا بتحبوا. حطيت لها زيت، شوية زيت، وخليتها منقوعة لعند ما بدي بلش طبخ فيها. هلا تعالوا يا بنات اعطيكم اطيب مايونيز بيتي بدون ما ينبك ضميرك او تخافي منه. يعني مثل ما انكم شايفين سهل سهل وبسيط، وبتطعميه لاولادك وانتي مانك خايفة. طبعا كلياتنا احنا بنخاف من المايونيز اللي بقلبه بيدخله بيض او اللي بنجيبه من برا. هلا هون عندي كاسة مي كبيرة، حطيت لها 3 معالق نشا، حركتهم على البارد وحركتهم على السخن. بعدين ضليت عم حركهم كأنكم عم تعملوا المهلبية لعند توصل لعندكم بهالقوام بهالشكل. بتفضوه يا بنات بصحن لحتى يبرد ويصير خلص يعني تقيل. بعدين بترجعوا بتجيبوا الخلاط او الهاند بلندر الخفاقة الموجودة عندكم، بتحطوا الثوم حسب الرغبة انتم ما بتحبوا قديه نكهة الثوم تكون بارزة فيها. انا حطيت 4 فصوص ثوم هون، حطيت النشا. هلا بضيف النشا فوق الثوم، بخلطهم بالخلاط لحالهم مع بعض اول شي مع رشة ملح، وراح احط رشة حمض الليمون، وراح احط غطا صغير خل.
هاي الخل اختياري، بتقدر تغيريها بالليمون، معلقة ليمون، بتقدر تخليها بمعلقة الخل الصغيرة. هلا هون مثل ما انكم شايفين، اول شي لحالهم النشا بدنا نخلطهم مع حبات الثوم مشان يصيروا قوام واحد. هي حطيت هون غطا الخل. بخليهم يخلطوا شي يعني 3 4 دقايق الثوم مع النشا. بعدين بالتدريج هلا وانا حاطه الملح الخل والملح الليمون شوي درة شوي يعني صغار. هلا بنزل الزيت يعني تقريبا كاسة شاي صغيرة مثل الخيط. لا تنزلون يا بنات تخلطوا الخليط على السخن، راح يفرط معكم وراح يفصل الزيت لحال والنشا لحال. شوفوا قوامها هاي ما شاء الله، بعد ما تخلطيها لسه لما حتبرد لحالها وترتاح حتعطيكم القوام اللي احنا كتير بنحبه، اللي بناكله بالمطاعم، اللي بيجي مع الشاورما. كتير كتير طيب يا بنات وبتاكلوه وضميركم مرتاح مثل ما هيك بنقول. هلا هيك شوفوا ما احلاه ما شاء الله، يعني وكميتها كمان كتير منيحة ووافية. انتو حبيبات قلبي خبروني كيف طريقتكم بالشاورما او المايونيز، كيف بتعملوه؟ هلا في ناس بتعمله بالبيض وفي ناس بتعمله بطرق تانية، وسبحان الله كل واحد مجرب طريقة وبتكون عاجبته. هلا انا جربت اكتر من طريقة صراحة، بس هي اعتمدتها تبع النشا. اول شي بأمن الى الامان بالله، يعني ما بتخافي انه فيها مواد ممكن تفسد منك انتي مو منتبهت لها. هلا هون بدي اقلي الشاورما حقليها بطنجرة سخنة يا بنات، حطوها بطنجرة سخنة، خلوها تتعرض للحرارة يعني تنصدم. بعدين ما بلا ما تطلع لكم المي كلياتها والزيت تبعها، لا لما بتنصدم بتطلع اطيب، يعني بتتغلف من برا هي الصدمة اللي اخدتها، وبتستوي من جوا. بما انه احنا عنا هون صدور بقى ما حتغلبك كتير بالسوا تبعتها. هلا هلا هون هون مثل ما اجينا نلف شايفين، السندويشات. هلا شوفوا المايونيز لاني تركته وقت، بترجعوا بتحركوا بيرجع قوامه ما احلى مثل القشطة، يعني صدقوني جربوه على ضمانتي الطريقة. هلا هون بدي الف السندويشات. انا هلا عندي نوعين من الخبز، عندي هذا خبز الشاورما، وعني الخبز السوري اللي احنا بنعرفه. هلا انا لفيت هون اول تنتين فيهم حار والباقي للولاد ما فيهم. حطيت شطة او فليفلة حارة، مايونيز، حطيت البطاطا، وحطيت الدجاج، ومخلل عندي مخلل كان لفيتهم معهم. هلا شوفوا يا بنات انا لفيت باكتر من طريقة. هلا الطريقة التانية اللي لفيت فيها اني انا حطيت بقلب الخبزة هاي خبزة تانية سورية، لانه هاي الخبزة للولاد لما حيمسكوها ياكلوها كتير عم تطلع طرية وبتوقع منهم مرات. ولا لما عم بتحط الخبزة السورية بالنص او حتى نص رغيف مع نصها من فوق كتير بيمسك وبيطلع، انا بحس القوام اضبط. حسيت حتى بالمطاعم انا بشوفهم هيك بيعملوها. شوفوا هون هاي الخبزة اللي حطيتها بالنص كتير بتشد لي الخبزة البرانية، لانه كتير خفيفة يا بنات. لما عم سخنها لاني جربتها اكتر من مرة بتفرط، عرفتوا الخبزة بتتشقق وبتوقع من هون. لا هالمرة جربتها هيك كتير كتير ريحتني، وحتى هن انبسطوا فيها انه اكلوها يعني مسكوها منيح ما فرطت معهم. هلا هي لفة السندويشة بترجع على ذوقك انت شو بتحبي تحطي لها، بس هي هلا غالبا واصولها انه دجاج، يمكن الثوم والمخلل، ما بظن انه فيها تشكيلات كتيرة. بس من بلد لبلد بتختلف. هلا هون احنا بليبيا لا مرات بيحطوا لها بندورة، خس بيكونوا فرمينه ناعم. يعني في من بلد لبلد تحسيها بتختلف انه سبحان الله الحشوات، بس انا برغب انه هي تكون هيك، وطعمتها والله طيبة. طبعا هون ولادي حوالي ما بحكي لكم عندهم مهرجان وعيد، وطبعا هلا انتم بدكم تعرفوا يعني الضيوف اللي انا عاملت لهم هالاكله الحلوه هاي اللي هن اصلا طالبين منها.
طالبينها مني هاي الأكلة، وعرفتوا خلاص ماما خلصتي، أكيد عرفتوا منهن أولادي. الله يخلي لكم أولادكم. طبعا هن طلبوها مني إني أجيب لهم إياها من برا وهيك، بس أنا بحب إنهم ياكلوا هيك شغلات، يعني أغلب الوقت بالبيت، وبس مرات طبعا بناكل من برا. يعني إحنا مو من الناس اللي بيقولك لا أنا كل شي من البيت، لا لا، بس صح لي أو أنا بس كنت تعبانة، لا إحنا بناكل من برا. وبس مع هيك بس كون حاسة حالي إني أنا قادرة إني أعمل لهم إياها، بحب إني أعمل لهم إياها بإيدي. مثل ما قلت لكم، يعني هلا صارت ما في امان، الامان بالله. الاكل اللي مستخدم بكل شيء، يعني ما تستثنوا اي محل. الشوب اول شي، الجو ما بيساعد، المواد الاولية تبع الطبخ صارت بدها حرص اكتر بقى، مشان هيك عم خاف. الله يحميهم يا رب. هيك دللتهم وعملت لهم هيك سفرة، قلت لهم خلاص اعتبروا حالكم اليوم بالمطعم. هيك انتوا طلبتوها امبارح برا وانا عملت لكم اياها مثل برا. يعني سبحان الله، كتير كتير انبسطوا فيها. صحتين وعوافي، الله يخلي لكم اولادكم يا رب. هن طبعا هن اليوم كمان ما عندهم جامعة، معطلين نهار الخميس، ما في عندهم جامع. مشان هيك مكافأة صغيرة بيحبوها، انهم ينسروا فيها وينبسطوا ويتشجعوا. هي صح ما مو شغلة كبيرة، بس يعني بتعرفوا الولد اي شي بيفرحوا. هيك قسمت لهم اياها وعملت لهم لكل واحد صحن، وحطيت له هيك تشكيلة قدامها. قديش انبسطوا يا بنات، يعني كتير كتير حبوها. وانتو حبيبات قلبي شاركوني بطريقتكم ورأيكم لو كملتوا الفيديو. ولو حبيتوها، في بنوتات كتير بتعطيني رأيها وبتشاركني آرائها وتعليقاتها كتير حلوة، وانا عم بنبسط فيكم حبايب قلبي. هلا هون هيك يعني ما بنقدر احنا، لازم مرة وشوي كل يومين ثلاثة مشروب يعني بيبسي او عصير غازي. طبعا يا بنات احنا ما زلنا مع الناس اللي ما عم نشرب الماركات التانية اللي هي منتوجات بلدية من البلد. الحمد لله في كتير شغلات بتعوض يعني، ومو موجودة أنا بحس بلا منها مرة واحدة. وهيك ختمت بعد غداي على العصرية، عملت فنجان قهوة لأني الصبح أنا ما شربت. هيك يعني ما سويت قهوة، ما شربتها، عملتها اليوم العصر بعد الغدا، ما كملت اللي علي. سويت فنجان قهوة على رواق، وهيك قعدت وشربته. تعرفوا بعد دوشة النهار لازم ناخد شوية استراحة، شوية هدوء لحتى نرتاح ونرجع نلملم حالنا وطاقتنا. حبيبات قلبي لو وصلتوا لهون لا تنسوني من اللايك والاشتراك حبايبي. الله يجبر قلبكم وخاطركم. لكل بنوتة عم تحضر الفيديو وتنسى انه تحط اشتراك، حبيبتي باشتراكك كتير بفرحني. لا تنسي انك تحطي لي اياه لتدعميني وتكبر قناتي فيكم، وان شاء الله تكونوا اخواتي وحبيباتي ورفقات مع بعض بهالقناة. وهيك هلأ بخليكن مع فنجان القهوة يلي بيعدل المزاج وبيزبط هيك الوضع بعد تعب النهار هذا بالسمع. طبعا هون نص نهار بعد العصر. الحمد لله رب العالمين. ان شاء الله تكونوا بألف ألف خير يا بنات، وتبقوا بألف ألف خير يا ربي. اللهم هيك يديمها علينا نعمة ولا يحرمنا من زوالها. اللهم يا رب يفرج عن إخواننا بغزة يا رب العالمين، وينصر المستضعفين في جميع بقاع الأرض. اللهم آمين يا رب العالمين. حبيباتي لهون بكون وصلت معكم لنهاية الفيديو. لا تنسوني من اشتراككم الحلو وتعليقكم الحلو اللي بيفرحني أكيد. إن شاء الله تبقوا بألف ألف خير ودمتم في حفظ الله ورعايته. سلامات صبايا.